موجودة في القاعة النهاردة، وجودها دليل على دعم ومساندة والحقيقة سعادة كبيرة لإطلاق بنك آخر من بنوك الخير، وهي فعلا بنوك الخير لأنها بنوك معنية ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان. لما بنتكلم عن حقوق الإنسان الأساسية أساسها المأكل والملبس والعلاج، وبالتالي دي فعلا حقوق إنسان كلنا مطالبين بالعمل عليها. مبادرة جادة مثل التي سبقتها، مبادرة تدار بحرفية وباقتدار، مبادرة تحمل معاني كثيرة وتحقق أهداف كبيرة، معاني بعضها معاني دينية، بعضها معاني اجتماعية، بعضها معاني وطنية. نتحدث عن المسؤولية المجتمعية، أذكر وأذكر إنها معنى اكتسب أهمية عندما جنحت الأنظمة الاقتصادية في العالم إلى الأخذ بالاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق، وزاد نصيب القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، فتعالت أصوات وطلبت القطاع الخاص ورجال الأعمال بأن يتحملوا أيضا مسؤولياتهم الاجتماعية وأن يساهموا في تحقيق العدالة الاجتماعية. ونفس هذه الأصوات حذروا من تخلي رجال الأعمال ومن تخلي القادرين عن تحمل هذه المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية. والحقيقة احنا في مصر تحملنا كثيرا ودفعنا ثمنا غاليا عندما تخلف الأغنياء من تحمل هذه المسؤولية بالقدر الكافي، ونتج عنها أحداث جسام تحملنا كلنا نتائجها التي كانت ثقيلة. وقامت ثورة 25 يناير ورفعت شعار عيش، حرية، عدالة اجتماعية. نعم، شباب مهمش، شباب عاطف طالب بحقه في العدالة الاجتماعية. ولذلك عندما قامت ثورة 30 يونيو كان هدفها إقامة دولة ديمقراطية حديثة وعادلة، والعدالة هنا كانت تعني وتهدف وتستهدف العدالة الاجتماعية.